كتير مننا بيبدأ يومه بكوباية قهوة، وفي ناس بتوصل ل3 أو 4 كوبايات في اليوم. لكن السؤال مهم، هل القهوة الكتير بتأثر على القلب؟ القهوة فيها مادة الكافيين، ودي بتنبه الجهاز العصبي، لكن مع زيادة الكمية بيحصل شوية مشاكل. الأبحاث بتقول إن المعدل الآمن هو من كوباية لكوبايتين في اليوم، وساعات بتوصل ل3، بس الأفضل نخلينا في كوباية أو كوبايتين، يعني تقريبا لحد 300 مللي جرام كافيين. لما نزود عن كده بيبدأ يظهر سرعة ضربات القلب أو خفقان، ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، توتر وعصبية، صعوبة في النوم، ومع الوقت ممكن تزود خطر مشاكل القلب عند الناس اللي عندهم استعداد أو أمراض سابقة. طب إيه الحل؟ ما تزودش عن كوبايتين ل3 كوبايات قهوة متوسطة في اليوم. تجنب تشرب القهوة قبل النوم على الأقل ب6 ساعات. لو عندك ضغط أو مشكلة في القلب قلل الكمية أو استشير دكتورة. وكمان جرب بدائل زي القهوة منزوعة الكافيين أو المشروبات العشبية. الخلاصة، القهوة مش ممنوعة، لكن زي أي حاجة الاعتدال هو الأساس. كوبايتين في اليوم هيديك النشاط، لكن الكثرة ممكن ترهق قلبك بدل ما تفيده.